خطوة أولى نحو الوحدة الإسلامية المنشودة في إطار ما يحدث في العالم اليوم من تغييرات لصالح الإسلام وصالح المسلمين، وفي إطار أفول الهيمنة العالمية بزعامة أمريكا. ونحن قد رأينا والحمد لله بأم أعيننا سقوط الاتحاد السوفيتي، القوة الأعظم في ذلك الوقت في الثمانينات والسبعينات. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يرينا نهضة الإسلام وقيام الأمة وظهورها على ما يسمى بالقوة الباقية التي نراها تهبط وتسقط وتتفتت أمامنا يوما بعد يوم. ولقد كان للجمهورية الإسلامية في إيران بفضل الله تعالى ثم بفضل قياداتها الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه والسيد القائد الخامنائي حفظه الله، وهم نموذج الحقيقة في أمام الهيمنة الغربية ونموذج أمام الأمة الإسلامية لكي تنهض. وأنا أذكر بعض الملامح التي اجتذبتني شخصيا فضلا عن التفكير العلمي والتفكير الريادي للإمام الخميني. ونحن نقول كثيرا أننا تعلمنا من الإمام الخميني كما تعلمنا من الإمام حسن البنا ومن الإمام المودودي ومن الإمام سيد قطب رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، ولا زلنا نتعلم من إخواننا الأحياء حفظهم الله. أنا يعني يهمني كثيرا في الحاكم المسلم أن يكون بسيطا متواضعا كما شهدنا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وآل البيت كانوا نماذج في الصبر، نماذج في القوة، نماذج في التمثيل الإسلام، كانوا نماذج في الريادة، كانوا نماذج في العدل، كانوا نماذج في التضحية. فنحن نرى الآن والله أعلم، وأنا أقول هذه شهادة أقولها دائما، أنني أرى السيد القائد حفظه الله وما يقول، وكان يعني الأول في الأمة الإسلامية الذي تحدث بشجاعة وبقوة عن النظم الفاسدة والنظم البالية في الأمة الإسلامية، ومن بينها النظام الفاسد في مصر إلى أن سقط هذا النظام الفاسد. وأقول أيضا أنني يعجبني كثيرا بساطته المتناهية، ويعجبني فيه أيضا صبره وجلده، ويعجبني فيه أيضا تواضعه وإصراره على تقدم الأمة، هذا التقدم العلمي والتقني الذي أصبح مسألة مزعجة بالنسبة للغرب، لأن الغرب لا يريد أحد من الأمة الإسلامية ولا من غير الإسلامية أن يتقدم. الغرب هذا أراد أن يسيطر، ضرب اليابان، ضرب كوريا، ضرب فيتنام، يضرب الآن الأمة الإسلامية. الغرب يحب نفسه فقط، نظام سيلفش، يعني نظام لا يحب الآخرين. نحن ديننا علمنا حب لأخيك ما تحب لنفسك، ولذلك نحن أفضل الناس الذين يجب أن يقودوا البشرية إلى مستقبل أعظم ومستقبل أفضل. وأنا أتمنى أيضا أن تكون الجمهورية الإسلامية في إيران نموذج يحتذى به في كل شيء، نموذج يحتذى به في العدل، نموذج يحتذى به في جمع السنة والشيعة، نموذج يحتذى به في مركز الأمة الإسلامية، نموذج يحتذى به في حقوق الإنسان، نموذج يحتذى به في احترام كل البشرية وقيادتها. وإن شاء الله نشهد هذا بالتعاون مع بقية الأنظمة الإسلامية التي ستقوم في عالمنا العربي والإسلامي بعد انهيار النظم البالية وسقوط الدكتاتوريات واحدا تلو الآخر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا أمة الإسلام وقد كانت نموذجا في الوحدة ونموذجا في العدل ونموذجا في الريادة ونموذجا في فائدة البشرية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.